السلام عليكم أحبائي، مرحبا بكم معايا في قناة وصفات تينا. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي صحة جيدة إن شاء الله. اليوم غادي نشارك معكم طريقة تحضير العجينة المورقة اللي ممكن تستعملوها في جميع أنواع المملحات. سجلوها عندكم، ضروري غادي تحتاجوها إن شاء الله في هذا الشهر الفضيل. وبلا ما نطول عليكم أكثر، ندوزو المكونات والطريقة في نفس الوقت. في إناء غادي نوضعو 500 غرام ديال الدقيق خاص بالحلويات، 250 غرام ديال الزبدة مقطعة مربعات صغار، 3 المعالق ديال زيت المائدة، 2 معالق ديال الخل وشويه ديال الملحه. غنخلط هاد المكونات بالاطراف الاصابع حتى كيندمجوا مع بعض، ونحاولوا ما امكن ما نضغطوش على هاد الزبده بزاف، يعني نخليو داك طريفات ديال الزبده باينين. غنجمع هاد المكونات بالماء بارد بالنسبه للقياس اللي خدا ليا هاد العجين، كاس وربع ديال الماء بارد. وضروري ما نضيفوه تدريجيا، يعني شويه بشويه حتى كنشوفوا داك العجين بدا كيتجمع. ما تنساوش ان حتى الزبده كتساهم في العجينه باش تجمع. هاد العجين احبائي الا بغيتو ينجح لكم 100% ما كيحتاجش الدلك، غير كتجمعوه فقط. يعني كيف ما كتشوفوا معايا كنجمعو، كيبدا كيتجمع تنوضعوه في سطح العمل صافي وكنشكلو على شكل طولي. كنرش سطح العمل بالدقيق، وغادي نستعن بالدلاك وغادي نطلق العجين على شكل طولي. كنعطي العجين شويه ديال العرض، من بعد عاد كنكمل نبسطها على شكل مستطيل. وقبل ما كنطوي العجينه على 3 كنستعن بالبانسو اولا الشيته باش كنحيد داك الفائض ديال الدقيق اللي في العجينه، وعاد كنطوي على 3 كيف ما كتشوفوا موضح في الصوره. من بعد كندور العجينه، الجهه اللي كتكون مفتوحه كنخليها هكا قدامي، والجهه اللي كتكون مسدوده كنخليها في الجوانب. وكنستعن دائما بالدقيق باش ما تلصقش ليا العجين في سطح العمل. من بعد كيف ما شفتوا معايا في المره الاولى والمره الثانيه كنحيدوا داك الفائض ديال الدقيق وتنطويوها كيف طويتها في المره الاولى. وبنفس الطريقه اللي وضحت لكم من قبل غادي نطلق العجين المره الثالثه والاخيره، دائما بالاستعانه بالدقيق. ومنين نبغي نطويها غادي نزول داك الفائض ديال الدقيق باش العجينه كتلصق على بعضها. هاد النوع من العجين احبائي ضروري ما كيتحضر ليله قبل الا كنتو بغيتو تحصلوا على واحد النتيجه اللي تعجبكم واللي ترضيكم. كنتم مزروبين به ممكن تحضروه في نفس النهار، لكن ضروري انه يرتاح واحد ساعه المكانه تقريبا. كانت هذه وصفه اليوم اللي نتمنى انها تنال اعجابكم. الى عجبتكم الوصفه ما تبخلوش عليا بواحد لايك وتعليق حول الفيديو، وكذلك ما تنسوش تبارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء والعائله ديالكم. الى فيديو جديد ان شاء الله.